بصوا بقى، بصوا بصوا. بسم الله ما شاء الله. نبدأ الفيديو معاكم وشايفين الجمال بقى ده. بصوا هتقولي لي ايه ده؟ ده طبعا زي ما انتوا شفتوا عنوان الفيديو، ده الجنرال. عارف، فاكرين انتوا الاعلان بتاع القطنه ما بتكدبش؟ هو ده. معلش بقى استحملونا شويه عشان صوتي تعبان. ف كملوا بس الفيديو ده للاخر وهتعرفوا ازاي عملنا الجمال ده. الجنرال اللي هو بمبلغ وقدره، والجنرال الجاهز دي طريقة عمله في البيت بمكونات بسيطة وبسعر يعني رخيص جدا. بس أهم حاجة تمشوا على الخطوات زي ما أنا هوريها لكم دلوقتي. ويلا نبدأ مع بعض. أول حاجة معانا هنا طبق فاضي اهو، ومعانا رتل مية اهو. لما تيجي تعملوا منظفات، يعني الحاجات اللي هي المركزة أهم حاجة. يستحسن عندك فلتر هاتي منه، أو لو انت بتجيبي مية من بره يعني وكده اشتغلي بيها، أو لو انت ميتك نضيفة من حنفية تمام مفيش مشكلة. بس أنا يعني ما بحبش اجيبها من الحنفيه، بالذات لما اكون هعمل بعد كده انت بتكملي بقى بالميه العاديه عادي. بس اهم حاجه عشان تعملي الحاجه المركزه دي لازم كده. فنقطه حبيت ان انا اقولها لك. لتر الميه ده عليه معلقه نشا كبير، معلقه نشا كبير. خليكم معايا وهتشوفوا المكونات بالظبط. ده الجنرال اللي هو الدرجه الاولى الحلو يعني. وهعمل لكم برضك مره تانية بمكونات بسيطة يعني، وبرضك نتيجة حلوة وكده. بس عشان دي النتيجة الطريقة اللي هي الأصلية يعني. هنقعد بقى ندوب لازم تدوبي النشا ديت في المية كويس جدا، زي ما بتكوني بتعملي المهلبية طبعا. لازم تدوبها كويس قوي، ما تخليش فيها كلاكين، لانك لو ما دوبتيش الكلاكيع دلوقتي مش هتدوب بعد كده، وهتغلبك وهتبقى شكل الحاجة مش حلو. فهنا انا معاكم اهم حاجة بدوب اهو. لازما تدوبي النشا كويس. مية عادية خالص، ولا سخنة ولا ساقعة، مية عادية يعني. بس بقى زي ما انا قلتلكوا يستحسن تكون من الفلتر، او يعني مش هقولك بقى مية معدنية وكده. بصوا هوريكم ان مفيش ولا كلاكيع ولا اي حاجة. لازم تدوبها كده لحد ما ما النشا تدوب خالص. دي اهم حاجة، ما تسيبيش فيها كلاكيع خالص. تاني حاجة معانا هنستخدمها معلقة بوتاص او صودا كاوية، او معرفش بقى انتوا في الدول العربية بيسموها الله اعلم. واول ما تحطيها لازم تنزلي تدوبي كويس جدا بسرعة 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 بسرعة. وفي ثانية دلوقتي هتلاقي النشا استوت من سخونية البوتاص، وعملت زي جل كده اهو. بصوا شايفين اللون، شايفين السحر والشعوذة. يا ساحرة يا بنت يا مرة. بص اهو. ليه؟ لان البوتاص بيبقى سخن. مش هقولك بقى دوبيه في كوبايه ميه لوحدها وبعدين حطي عليها، لا حطي كله مع بعض، بس اهم حاجه تكوني بتدوبي كويس. هنا طبعا اللي استحاله اسيب ذره بوتاص تبقى في الطبق، لازم كله ينزل. وتاني ادوبه كويس، لازم ادوب كويس الميه مع النشا مع البوتاص، لازم يدوبوا كويس كده. طبعا النشا بتاعك استوى جدا. بصوا انا لا مسرعه الفيديو ولا مقطع حته منه عشان تشوفوا كل المراحل بالظبط، عشان تعملوها يعني مظبوط يعني. للبنات المتجوزين جديد والبنات الشاطرين الحلوين. الجنرال ده هوريهولكوا برضك وانا بمسح بيه ومنضف بيه. جميل جدا جدا جدا، وبيلمع السيراميك قوي وبيخليه تحفه يعني بصراحه. بس انتوا شايفين القوام بتاعه تقيل ازاي. هي معلقه نشا كبيره ومعلقه بوتاص كبير، لا اكتر ولا اقل، على لتر الميه. تمام. الثلاث حاجات دول هم دول الاساسيين. والمكون اللي انت هتشوفوه اللي هو الصابون اهو، والصابون ده الاساسي. انا طبعا ما اشتريتش برجل جاهز ولا جبت فار ولا جبت كده، انا جبت صابون سائل عادي اللي هو السايب اللي بينباع عند الراجل بتاع الصابون. حتى انا كنت لسه جايبه الازازه اهو. ويستحسن بقى تجيبيه لونه ازرق، تجيبيه اخضر، زي ما تجيبيه. بس لو انت هتعملي بقى وعايزه بتحبي الشكل الحلو وكده، هتجيبي اللي هو الشفاف، ما تجيبوش اللي هو الملون الاخضر ده، عشان هتعرفوا ليه دلوقتي. بس كملي الفيديو لحد الاخر وانت هتعرفي ليه. اول ما دوبته اهو، بصوا طلع لي لون جميل اهو. لحد هنا كده
اللون ده جميل، عايزة تغيري اللون ده براحتك، مش عايزة تغيريه سيبيه هو كده قمر أوي وحلو، تحفة بجد بجد جميل. بصوا اهو، لازما كل ما تحطي مكون تتنكي تدوبيه كويس، مش تحطي كله على بعضه وخلاص وتشتغلي، لا، لازما كل حاجة تدوبيها قبل ما تحطي الحاجة اللي بعدها. لحد هنا وممكن تستكفي بكده ويشتغل معاكي فل وعشرة يعني. تاني حاجة بقى معانا هنا الديتول، عارفين انتوا الديتول اللي هو المعقم ده او المطهر يعني. ده الديتول ده عشان يبقى زي بتاع الشركات. عندك ديتول زي ده ماشي، عندك ديتول اللي هو السايب ماشي، حطي نص كوباية مش اكتر من كده يعني. وبعدين المكونات اللي انا حطيتها دي كلها مش مكلفة، حطيت الديتول لازم اقلب كويس. بصوا بقى، انا هنا جبت دول حوالي كانوا ب3 جنيه بطاس. النشا بقى دي معلقة من عندك من البيت. الصابون اللي انا حطيته ما يتعدوش الجنيه، ما فيش بجنيه صابون اولا، بس هنا حطيت نص كوبايه ما فيش غيرها ماشي. هنا بقى ده المعطر. المعطر ده بقى عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه برضك براحتك، بس ما تحطوش في اول يوم. يعني انت عملت المنظف بتاعك ده النهارده والجنرال ده النهارده، تحط المعطر له بكره، سيبيه في الطبق زي ما هو كده يتفاعل مع نفسه ويعيش مع نفسه اللحظه، وبعد كده تاني يوم تحط المعطر ده لو انت عايزه. مش عايزه خلاص، هو الديتول بردك حلو وبيعقم وبيخلي ريحه ال 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 الشقه حلوه قوي. بص بقى المكون اللي انا هحطه ده اختياري، ده لو انت عايزه طبعا، اختياري ملوش علاقه خالص بالنظافه ولا له علاقه باي حاجه، له علاقه بالشكل بس. اللي هو ايه الالوان اللي هي بتاعت المنظفات، اسمها الوان المنظفات، بتبقى عند الايه، عند بتوع المنظفات. في الوان تانية هبقى اجيبها لكم وهوريها لكم، بس لما انزل العتبة واجيب هبقى اوريها لكم. دي الوان برضك من عند بتاع الصابون عادي. بصوا الالوان بقى، كمان انا حاطه صابون لونه بقى ازرق. اللون هيقلب معاكم حاجه غريبه دلوقتي هتشوفوها دلوقتي. بصوا اللون عامل ازاي يخض. طبعا انا مش هسكت، لازم انا اتنين وراه لحد ما اوصل للون اللي انا ايه عاوزاه. انت كده كده ممكن اللون الاولاني اللي انت شفتيه ممكن ما تحطيش اصلا الالوان دي، يعني مش شرط تكلفي نفسك وتروحي، هو عامه مش غالي، بس يعني ايه، لو ما لقيتيش فرضا ان انت ما لقيتيش ما تستعملوش مش مشكله يعني. انت كده كده انت اللي هتمسحي، بس انا بقول لك علشان لو انت عايزه يعني ايه بيهمك الشكل وكده. بصوا شايفين من كتر التدويب يعني عمل بردك شويه رغاوه اهو. بصوا بقى شايفين الجمال اهو. بصوا، ولازم تدوبي طبعا الالوان دي كويس. ما تقوليليش ان هي هتعمل لون في السيراميك ولا في البلاط ولا لا، ما بتعملش اي حاجه خالص، زيها زي الصابون العادي اللي بتستعمليه، ما هو جاي ملون محطوط عليه نفس الالوان دي، فما فيش اختلاف يعني. انا هنا عماله كل شويه احط عشان اللون ما كانش داخل دماغي بقى في الاول زي ما انتوا شفتوا كده، فانا تنيت احطه لحد ما وصلت للدرجه اللي انا ايه اللي انا عايزاه كده. او الجنرال بتاعنا وصل. انت كده عملتي جنرال عالي الجودة وحلو جدا. وطبعا بما انك انت حطيتي صابون سايل او بيبقى محطين عليه مواد حافظة وكلام من ده، او تحطي نص كوباية بريل او فيري، اي حاجة اللي انت هتحطيها براحتك، هي في كده كده فيها مواد حافظة، فهتحفظ لك الصابون اللي احنا عاملينه، مش عايزة اقول صابون الجنرال اللي احنا عاملينه، او منظف البلاط يعني. بس هو كده خلاص خلص. ونشوف بقى الجمال معانا اهو. بصوا شايفين اللون والجمال، بصوا لونه جميل والله، مع اني كنت خايفه من اللون في اول الفيديو، بس مش مشكله. بس اللون تحفه بردك اهو. اهو بصوا